طيب لو في ممارسات ثابتة من ظلم حد زي مدرس أو أستاذ في الجامعة ومعروف عنه كده، والمكان اللي بيشتغل فيه تواطؤ وما بياخدوش أي خطوة تجاه التصرف المناسب، مع العلم إن اللي حاول يشتكيه هو اللي اتضر، وأكيد في الدراسات العليا قابل. طب وماله؟ ما احنا كلنا قابلنا الهم ده. ايه اللي حصل؟ اتظلمنا وعدينا عادي، بس في فرق بين ان انا اكون اتظلمت وعديت وانا عارفه ان انا قلت اللي عندي، وعارفه ان انا لما عديت بمجهودي، غير لما اكون سكت ها وفي الاخر هتظلم برضه. يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله يا جماعه؟ ما هو انتوا خدوا بالكم، العواقب دي مكتوبه لك. يعني انت دلوقتي لو واحد بيحضر الدراسات العليا فداخل ياخد الماجستير، خلاص، فمكتوب له ياخده سنه 2027، هيسقط لغايه 2027. طب الراجل ما فيش ظلم، مره هيعيا، مره هيجي في حاجات مش مذاكرها، مره مش عارفه، هو كده هو هياخد الماجستير 2000. لو انا مقتنعه بكده خلاص، يبقى انا هخش الظلم ده. المهم زي ما بقول لكم، ازاي اتكلم عنه، ازاي انا الحسابات اللي حسبتها دي. وده الفرق بين البني ادم اللي مش خايف والاهوج، لانه الاهوج ده مش هيحسبها، يقول لك حقي طز فيهم. لا، الحق اخذ الحق فن. يعني انا في الاخر ما شفناش احنا لا في السنه ولا في الحديث الاولين، يعني لا قله من الاولين حد كان بلطجي مع انه هو متاكد انه صاحب حق، ومع ذلك ما حدش فيهم اتسم بالبلطجيه. يعني فاذا انا هنا الفكره ان انا عادي ما اتظلم. ايه المشكله يعني؟ واخده بالك؟ طب ما انت، وعشان كده يا جماعه لما بتيجي تلاقي حاجه ما حصلتش، يعني انت مثلا كنت عامل حسابك تاخد شهاده معينه او يجي لك فلوس معينه او ترتبط ارتباط معين او تخلي مع وات بقى انت عايز ايه، وتلاقيها انك انت مشيت جوه الحيطه وبعدت عن المشاكل وعملت اللي عليك كله ومع ذلك ما حصلتش. تقول طب وانا عملت ايه يا حبيبي؟ مش مكتوبه يا بابا، مش كنت عملت بقى اللي المفروض يتعمل، عشان كنت حسيت على الاقل انك انت دفعت الثمن اللي ربنا سبحانه وتعالى سيجازيك عليه خير. لكن حضرتك عملت كده، لا انت كسبت دنيا ولا كسبت اخره، ما انت في الاخر اللي مكتوب لك هيجي لك. يعني ما حصل، ما فيش خلاص. يعني هي القصه ايه؟ ان انت بتقعد تزعل بقى، تقول طب وربنا، طب وانا عملت كل اللي ده انا ما اتكلمتش عن ده، انا بعدت عن مش عارف حضرتك عملت عكس اللي مطلوب منك، مش عملت اللي مطلوب منك، انت عملت عكس اللي مطلوب منك. يبقى ما نتحركش غير بعد اليقين من الظلم او الفساد ومعانا الدليل قدام الناس وقدام ربنا. طبعا. يعني انت النهارده ما تجيش تقول لي ايه مثلا، ده فلان ده حرامي، حضرتك عندك دليل يا فندم؟ ما هو يا جماعه نص كلامنا كلام فارغ. حتى لما بتيجي تتكلم على الناس التانية، ايه دول بتوعك انت؟ شفت نزلت شفتهم؟ عارف حد منهم؟ ده دخلوا السجن، دي عيال صيع، تعرف حد فيهم؟ تعرفوا اساسا؟ شفته اساسا في حياتك؟ تفهم الموضوع من اساسه؟ ما احنا نص كلامنا مرسل، اللي هم قالوا بيقولوا قرينا سمعنا، اصل فلان قال بالليل، اصل فلان قالت الصبح، اصلهم كتبوا على الفيسبوك. لا، ما هو ده حضرتك بتتحاسب عليه. انت عمال تتكلم تتكلم تتكلم، وبعدين في الاخر تقول لي الناس، انت عرفت حاجه؟ انت لازم تبقى عندك، وده اللي بيخلي الواحد في خطوات معينه لا يقدم عليها، لانه هو شايف نتائج عامله كذا، شايف كذا، شايف، لكن مش متاكد ان ده حرامي، او مش متاكد ان ده مش عارفه نجح ازاي، ومش متاكد ان ده مش عارفه واسطه زي ما كانت بتقول، مش متاكد. وهو ربنا سبحانه وتعالى لما بيستر مجرم او لما بيستر على خطأ، فهو عنده حكمة في ذلك. يعني ما يمكن الشخص ده هيتحسن في يوم من الأيام، ما يمكن لسه له ابتلاء ولا حاجة علشان يخرج من اللي هو فيه، فربنا ستر عليه. يعني ده فضل ربنا عليه، مش مسألة حاجة تانية يعني.